ازيكم عاملين ايه؟ النهارده عامله لكم ريفيو عن جهاز الالتراسونيك سكين سكرابر ده من هابلين. هو بيزيل الجلد الميت اللي بيبقى موجود على البشرة بتكنولوجي الالتراسونيك. طبعا زي ما احنا عارفين ان هابلين شركة امريكي معروفة جدا بالاجهزة بتاعة العناية بالبشرة. قبل ما نبتدي نتكلم عن التفاصيل بتاعة الجهاز، عايزاكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من فيديوهاتي. تعالوا بقى اوريكم الجهاز بيبقى شكله عامل ازاي من جوه، والباكجينج بتاعتهم تبقى عاملة ازاي، وبعد كده نبتدي نتكلم عن كل التفاصيل للجهاز. ده كده شكل الجهاز زي ما انتوا شايفين. بصوا، ده المكان اللي بيجي الحاجات بتاعتهم فيه، يعني ده شكل الشاحن بتاعه. هو بيبقى بتثبتي دي وبتحطي الجهاز من فوق عشان يبتدي يشحن يعني. طبعا زي ما انتوا عارفين الأجهزة كلها بتبقى نازلة معاها حاجتين، يعني فيشتين، فيشة اللي هي الثلاثية والثنائية، تمام كده. وطبعا بيجي معاه الكتالوج بتاعه، بيبقى مكتوب فيه كل حاجة واستعمالاته ازاي وكده. طبعا احنا هنعرفهم برضو مع بعض. بصوا بقى، احنا بنبتدي نحط دي كده، وطبعا بنوصله بالشاحن وبيبتدي يشحن. هو بيقعد يعني 5 ساعات في الشحن. طبعا انتي بتسيبيه يشحن براحته وبعد كده بتبتدي تستخدميه. تعالوا بقى نتكلم عن الجهاز شوية، يعني بنستخدمه ليه وبنعمل بيه ايه وكده. الجهاز ده يا جماعة احنا هم عاملينه يعني عشان لو احنا حابين ننظف المسامات بتاعة وشنا. طبعا يعني احنا بنبقى مش شايفين الأتربة والحاجات اللي هي بتبقى في وشنا، فده بيعمل زي تنظيف عميق للبشرة. اللي هي يعني مثلا انتي طبعا بتبتدي كل اسبوع بتعملي زي روتين عناية بالبشرة قبل ما بتعملي اي ماسك او اي حاجة لتنظيف البشرة. لازم طبعا تنظفي البشرة بعمق علشان تبتدي تحطي عليها اي حاجة هي تتشربها وتبقى نظيفة، فتبتدي تستقبل معاكي اي حاجة انتي بتحطيها. طبعا يا جماعة اي حاجة احنا بنبقى عايزين ننظف بشرتنا بيها بنبقى بنستعملها يعني بطريقة هادية وبالراحة، ما بنمشيش على الجزء اللي بنعمله كذا مرة، لان ممكن تخلي الجزء ده يلتهب لو انتي استخدمتيه كذا مرة في نفس المكان. كمان ما يبقاش عندك حبوب وتفضلي تحفري فيها بيه، لان طبعا اكيد انتي بتفتحي بشرتك، ف يعني بتشيلي الاتربة من المسامات بتاعه بشرتك، فانتي هتيجي تعملي بيه مثلا في مكان انت حبيتي تطلعي الحاجات اللي في الحبوب بيه، فهتنقلي بالجهاز طول ما انت بتعملي بقية وشك. طبعا هتنقلي الحاجة دي في بقية وشك، فانت كده انت بوظتي وشك، مش نضفتيه بعمق ولا اي حاجة. فياريت نبقى واخدين بالنا احنا بننضف بشرتنا بيه ازاي، وما نمشيش على المنطقة كذا مرة، لان ده غلط جدا. يعني هو انتي امشي جزء جزء وتأكدي ان انتي الجزء ده مشيتي فيه كويس جدا، فعشان ما ترجعيش تمشي في نفس المكان تاني. كمان الجهاز ده بيبقى فيه زي مساج كده لما بتيجي تحطي السيروم بتاعك، برضو بيمشي فيه كده، بتمشي بيه بالراحة، فبيبتدي يعملك زي ريلاكسيشن كده، يعني ايه، مساج كده للوش، بيبقى تحفة جدا، وبيشرب معاكي السيرم لبشرتك بطريقة سريعة جدا. تحذيرات الجهاز بقى يا جماعة، ان ما ينفعش ان انتي تستخدميه وانت حامل،
ولا ينفع يستخدمه مرضى السكر ولا حد عنده يعني القلب. كمان الناس اللي بقالها شهر مثلا عاملة اي عملية في الجسم عامة. وكمان لو الوش ملتهب او يعني معمول فيه اي عملية، طبعا ما ينفعش تستخدميه. وياريت يا جماعة قبل ما تستخدموا الجهاز تكونوا فحصينه كويس جدا، علشان لو الجهاز طلع تالف، يعني حسيتوا ان هو مش بيشتغل زي عادته يعني، فياريت ما تستخدموهوش خالص. لازم تتأكدوا ان ايديكوا تبقى ناشفة تماما. لازم تتأكدوا ان ايديكوا تبقى ناشفة تماما قبل ما تستخدموه. وكمان وانتوا بتعملوا بيه في وشكوا تتجنبوا منطقة العين خالص. تحاولوا ان انتوا ما تجوش ناحية عينيكوا نهائي. كل الحاجات دي انا بقولها عشان اي حد يعني حابب ان هو يجيب الجهاز ده يبقى مخلي باله وهو بيستخدمه، علشان الحاجات دي يا جماعة طبعا بتعمل نتائج عكسية وحاجات مش كويسة. يا ريت يا جماعة طبعا تخلي بالكم ان الجهاز ده يعني اولادكم ما يكونوش عارفين طريقه. ما تستخدموهوش قدام الاطفال ولا تستخدموه للاطفال، لان غلط عليهم. لما بتيجوا تستخدموا اول حاجة اللي هي الايونيك بوزيتيف، لازم تبقى السكينة لتحت كده على بشرتك وتمشي بيها بالراحة. بعد ما بتخلصي جلسة الايونيك بوزيتيف بتبتدي تغسلي وشك بالغسول تاني، وتحطي سيرم مرة كمان على وشك، بس المرة دي هتحطي السيرم وهتعملي الايونيك نيجاتيف. ولما بتيجي تستخدمي الايونيك نيجاتيف بتبتدي تروحي لتالت استب اللي هي المساج. في منها لو وهاي. بتستخدمي يعني المساج اللي بيريحك، اللو او الهاي. انا برتاح جدا لللو. بحس ان هي بتعمل ريلاكسيشن كده حلو جدا للبشرة. وببقى كده خلصت الجلسة بتاعتي بتاعة التقشير والمساج والسيرم. انا يعني شربته لبشرتي كويس جدا، فبتكون البشرة مختلفة تماما عن ما انتي كنتي لسه ما استخدمتيش الجهاز. وبتحسي بنضارة وبتحسي بنضارة فظيعة جدا لبشرتك. هيعجبك جدا الجهاز. اهم حاجة تعقميه كويس بعد ما تستخدميه. انا بحط في قطنة سبرتو، وبمسح السكينة كويس جدا كذا مرة، وبعمل في قطنة تانية لغاية لما اتأكد ان انا عقمت الجهاز كويس جدا واشيل. وبرضو لما باجي استخدمه تاني الاسبوع اللي بعده بعقمه مرة كمان، علشان ابقى متأكدة ان هو جاهز ان انا استخدمه مرة تانية. اهم حاجة تحافظوا عليه متعقم بطريقة كويسة. وده كان الريفيو بتاعي عن جهاز الالتراسونيك سكرابر بتاع هابلن. ويا رب يكون الريفيو بتاعي عجبكم، وما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من قناتي. سلام.